النهاردة هنعمل مع بعض البامية بطريقة أمهاتنا وجداتنا زمان، لما كانت البامية ليها هيبة كده وأكلة الكل بيحبها وبيقدرها، وكانوا بيعملوها بإتقان وعلى مزاج، ودايما بتتقدم في طواجن في العزايم ولمة العيلة والأصحاب. طواجن الفرن اللي كانت ريحتها بتملى البيت. تعالوا يلا نشوف. أول حاجة نص معلقة سمنة بلدي، ودي 3 4 قطع عادية صغننة متقطعين صغير هنسيحهم. لازم طبعا يسيحوا عشان ينزلوا كل الدهون اللي فيهم. بصراحة كنت ناوية أعملها في طاجن، بس وأنا بطلعه من المطبخ وقع من إيدي انكسر، وكان طاجن فخار جايلي من أسوان، لونه كان زي الطوب الأحمر وكان تحفة. ماما أول ما جه دهنته سمنة بلدي وعسل أسود وحطيته في الفرن، طلع لونه بني. كان شكله حلو قوي، وكان الأكل لما بيتعمل فيه بيطلع طعمه مش طبيعي، خصوصا لما كنت بعمل فيه بامية أو بسلة بالجزر. بس يلا الحمد لله، المهم الطعم يفضل حلو. احنا حطينا طبعا اللي هي ساحت، وحطينا بصلاية متوسطة مقطعة صغنن، هنشوحها كده تاخد لون خفيف قوي، انا ما بحمرش البصل قوي. وبعد كده هي اللون، بصوا اللي انتوا شايفينه ده تقريبا ذهبي فاتح اهو بالشكل ده. هننزل بقى باللحمة. اللحمة دي مش ضاني، لحمة عادية، لان احنا مش بنحب اللحمة الضاني لكن بنحب اللي هي الضاني. اللحمة الضاني بتبقى فيها دهون كتير قوي، فاحنا ليه؟ هي لحمة عادية كندوز، بس اللي هي اللي بتديها طعم بقى. تاخد تشويحة كويسة كده اللحمة لحد ما لونها يتغير. بعدين نحط عليها فلفل اسود ونبدأ ان احنا نقلب كويس في كل الاتجاهات. يعني عارفة، اللحمة بحطها والاتجاه ده بياخد فلفل اسود، وبعدين اروح قلباها على الناحية التانية، احط على الناحية التانية كمان فلفل اسود، بحيث انها كلها تتبل. بتديها على فكرة طعم وريحة حلوة جدا. تفضل تتشوح بقى حبة حلوين كده وانتي واقفة كده، ما يعني بالراحة، الأكل يتعمل بهدوء بيطلع حلو جدا على الهادي. بص اللون تحفة. بعد كده هننزل، احنا حطينا توم. هي أنا مش عارفة ما جاتش ليه في الصورة. احنا حطينا المفروض نص معلقة توم وقلبناها مع بعض، وبعدين حطينا الطماطم في المضروبة في الخلاط. تمام. مش عارفة التليفون كان وقف تقريبا فيها، مش عارفة. حطينا الطماطم بعد ما بتغلي، احنا غليت بقى هنحط عليها طبعا لحمة نية بقى محتاجة تتسوي. لو هتسوي في الطماطم هتبقى متسبكة قوي تقيلة، فاحنا حطينا مية ربع الشفشق تقريبا، حطيناه بتاع الخلاط ده مية عشان ايه؟ اللحمة تستوي، ووطينا عليها خالص وسيبناها مثلا ساعة أو ساعة وربع تكون اللحمة استوت، لأن البامية أصلا مش بتاخد وقت. في طاسة تانية بقى، دي حاجة مهمة جدا، تركة أنا بعملها دايما في البامية، معرفش انتوا بتعملوها ولا لأ، ولو ما كنتوش بتعملوها اعملوها، هتفرق جدا في الطعم. البامية طبعا أنا قمعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دي بامية فريش. حتة سمنة صغننة قوي بلدي، ربع معلقة مثلا، تشوحي فيها البامية. مفيش دقيقتين 3 تشويحة، ما بتاخدش لون، هي بس بتخلّيها تدّيها طعم حلو جدًا لمّا تتحط في الصوص. وفي نفس الوقت عارفة البامية بتبقى يعني وحدات، وحدات كده ما بتتهريش، وفي نفس الوقت عارفة بتبقى فيها مدلقة شوية كده، دي بتخلّيها ما فيهاش المدلقة دي. فاهماني أنتِ أكيد، أنا مش عارفة أوضّح عن كده، بس هي بتخلّيها حلوة أوي. بعد كده خلاص اللحمة إحنا هنشوفها نلاقيها استوت، عدِّت تقريبًا ساعة أو ساعة وربع، استوت تمامًا اللحمة. بعد كده هنحط بقى تمام كده استوت، هنحط بقى البامية اللي إحنا شوّحناها بالشكل ده أهي، ما بيبقاش فيها مزلقة خالص، وبتبقى وحدات ما بتتهريش، بتبقى حلوة أوي. جرّبيها بس وأنتِ هتفهمي الكلام اللي أنا باقوله ده. هتتقلّب بقى ونسيبها يعني هي ما بتاخدش وقت، بيتهيأ لي 10 دقايق تقريبًا وكانت خلصت. بامية حلوة وصغيّرة وحلوة. في الوقت ده بقى هنعمل لها الطشّة. الطشّة دي عبارة عن إيه؟ برضه حتّة ليّة تسيح، لازم تسيح طبعًا عشان تنزّل الدهون اللي فيها.
دي بس عامل مساعد، حطينا حتّة سمنة صغنّنة أوي كعامل مساعد، عشان تسيح بسرعة وما تتحرقش، هو الأساس الأكلة الليّة يعني. نحاول إن كلّها نقطّعها صغنّن كده وتسيح. لو أول مرّة تشوفيني يا ريت تدعمي القناة بلايك واشتراك، عشان دايمًا نرجّع سوا الوصفات القديمة وكمان الجديدة. حطينا نُص معلقة توم وكزبرة، نُص معلقة برضه، ونقلّبها تاخد لون دهبي كده ما يحمرش عشان ريحته تبقى لسه فيه ما تروحش، وننزّلها. أيوه، ننزّلها بقى على الطشة تعمل كِش كده زي الملوخية بالضبط، وننزّل طبعًا كل الحاجات الحلوة دي اللي في القلاية طاسة، ونسيبها دقيقتين مش أكتر من كده، دقيقتين بس كل كلّه يشرب من بعضه، كلّه ياخد طعم بعضه، ونطفي عليها ونبدأ بقى إن إحنا نقدّمها. هي كده خلاص كلّها استوت. هنقدّمها بقى في الطبق التقديم، بُصّي قد إيه شكلها جميل، لونها حلو جدًا، البامية كلّها وحدات كده ما فيش أي حاجة فيها مهرية، وما فيهاش مزلقة خالص بتاعة البامية دي، عشان التشويحة اللي أنا قُلت لِك عليها. طبعًا البامية دي بتتقدّم مع رز بشعرية، ما في ناس لأ، في ناس هو أذواق، في ناس بتحبها بعيش، تعصر على البامية ليمون وياكلوها بعيش بلدي، دي حاجة طبعًا حلوة برضه، لكن أنا عن نفسي باحبها برز بشعرية. ويا سلام أنا نسيت أنا عملت معاها سلطة، يا سلام بقى لو كان معاها بتنجان اللي هو الطويل ده زي بتاع المحشي، اللي بيتعمل فيه بيتحط فيه كم توم وفلفل وليمون والحاجات الحلوة دي، بيبقى تحفة، بس أنا نسيت والله خالص. أنتم بقى اعملوها البامية بالطريقة اللي أنا قُلتها لكم دي، جرّبوها مع رز بشعرية والبتنجان المخلل ده، بيبقى قمر أوي، طعمها حلو جدًا، تهبل. ريحة الطشة كمان عاملة في البيت جو جامد جدًا، ولو كان في طاجن كانت هتبقى في حتّة تانية، بس الحمد لله إن شاء الله هابقى أجيب طاجن تاني وأنزل مصر بقى بإذن الله، حتّة لحمة بقى ورز وبامية، طعم يهبل، يهبل. جرّبوها قبل ما البامية تخلص، لإن خلاص يعني إحنا البامية خلاص بتتشطّب، جرّبي البامية دي بطريقتي واعمليها بحُب، لإن الأكل اللي بيتعمل بحُب ليه طعم تاني، وساعتها هتعرفي إن البامية لازم تتعمل بالليّة، وعلى مهل كده. جرّبيها وبألف هنا.